بعد ما عرفنا ان الكريدت كارد اسمهاش فيزا مشتريات، في ممكن البريبيد والديبت كارد نقدر نقول عليهم فيزا مشتريات برضو. الكريدت كارد دلوقتي انت شغال بفلوس مش بتاعتك بنسبة 100% مش بتاعتك. قد يكون الكارت ده طالع لك بضمان فلوس بتاعتك في صورة شهادة او وديعة او حساب بنكي، انت مديه للبنك والبنك بيجمده، او ضمان الفلوس دي بيديك الكارت الائتماني اللي فيه فلوس مش بتاعتك، دي فلوس البنك وحده. او قد يكون في سيناريو تاني، البنك مديك الكريدت كارد دي بدون ضمانه unsecured credit card، ودي بتطلع في ناس موظفين او ناس مشتركه في النوادي. في بعض البنوك بتعمل كده. موظفين مش لازم تكون المرتب بتاعك في البنك اللي انت طالع منه كريدت كارد، يعني ممكن تكون انت عايز تطلع كريدت كارد من بنك مصر لكن مرتبك في البنك الاهلي، دي عادي بتحصل. وممكن العكس، وممكن بنوك تانية خالص مش لازم يكون في نفس البنك. ولو انت مرتبك في نفس البنك طبعا دي حاجه جميله جدا، هتاخد كريدت كارد برضو. بس في الحالة دي عشان نبقى برضو فاهم الدنيا كويس، الموضوع ده بيكون خاضع لحاجة اسمها البي بي ار بتاعك او عبء الدين. لكن في السكيورد كريدت كارد يا باشا، انت عندك 100,000 هتاخد 90,000 في الكارت الائتماني بتاعك سكيورد بضمان الشهادة بتاعتك اللي هي في 100,000 او بضمان الحساب بتاعك، ودي طالعة لك مفيش أي حاجة تمنع ان الفلوس او الكارت يطلع لك، لأن دي بضمان فلوسك.